أنا آية اللي حضرتك رديت على سؤالها ليه الناس بتبالغ في حب الرسول وإني بغير على ربنا. ما كانش قصدي خالص إني أقلل من حب الرسول، بالعكس أنا شايفة إن الرسول ليه مكانة عظيمة وربنا عظمه وكلنا لازم نعظمه. أنا كان قصدي ليه الناس بتعظم الرسول وبتنسى تعظم ربنا، وليه في ناس وصلت لمرحلة إن هم ممكن يحبوا الرسول أكتر من ربنا. ومن الحاجات اللي الناس بتعظم فيها الرسول إن هم بيقولوا مدد. هي يعني إيه مدد؟ إزاي مدد؟ ازاي هنطلب من الرسول مثلا؟ فدي حاجة بسيطة جدا. الفكرة بان حضرتك ترد على السؤال ده بالإجابة دي خلتني اتأكد فعلا ان في ناس بتنحاز للرسول وبتهمش ربنا وقدرة ربنا. شفنا التعليقات على حتى سؤال حضرتك بناس مؤيدة ان فعلا في ناس بتحب النبي اكتر من ربنا، وناس بتهاجم حضرتك. فيعني انا شفنا ده والفريق نقل لي ده. خليني نجاوب الإجابة العلمية. أولا إن ربنا يتقبل من حضرتك على اهتمامك يا آية بالبحث في المسألة دي والبحث عن حقيقة العلم وحقيقة السنة وما ذكره الله في القرآن في مسألة حب الرسول. الأول يا آية، ما فيش حد بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أكتر من ربنا، لأن كل ما نحب سيدنا محمد كل ما ده طاعة لربنا، وبالتالي ده حب لربنا أكتر. فده وهم يا آية أن في حد بيحب سيدنا محمد أكتر من ربنا. ولو قلنا بالمثال البسيط اللي الناس كلها بتضربه ان علامة حبك لربنا طاعتك لربنا، فانت حبك للرسول وطاعتك للرسول دي طاعة ربنا اللي امر بحب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبطاعته. وبالتالي لو اطعتي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبقى انت كده بتطيعي ربنا، لان النبي جيب امر ربنا. فما فيش حد في الكون بيحب سيدنا محمد اكتر ما بيحب ربنا، لان الحب واحد. ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش حد بيعظم سيدنا رسول الله أكتر من تعظيم ربنا. عمرك شفتي تعظيم أكتر من السجود؟ طب شفتي حد بيسجد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد النبي فسجد له؟ عمرك شفتي حد بيوصف بأن النبي محيي ومميت صلى الله عليه وسلم؟ لا، ان محيي والمميت هو الله، واللي بنسجد له في الصلاة أعظم ما يفعله الإنسان في حق ما نعرفه يعني في العبادة، ان نسجد لربنا سبحانه وتعالى. فما حدش سجد للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا، فمستحيل حد يعظم النبي أكتر من ربنا. ولكن خليني أقول لك بعض الحاجات. أولا العلماء لما تكلموا عن مسألة كلمة مدد يا رسول الله، لما تكلموا قالوا ان احنا التوحيد. فهم الحتة دي كويس يا آية، ويا ريت حضراتكم تسمعوني كويس. يعني احنا التوحيد. يعني ايه توحيد يا جماعة؟ يعني لا نرى في الكون فاعل إلا الله، خالق إلا الله، رزاق إلا الله، معطي أو مانع إلا الله. لا نرى محيي ولا مميت إلا الله. لا نرى مجيب ولا قبلة للدعاء إلا إن احنا نتوجه إلى الله. ولا أحد ينفع في حياته ولا موته من ملك أو نبي من دون الله، لا في حياته ولا بعد موته. مفيش حد في الكون ينفع ويضر على الحقيقة إلا الله، وأي حد بينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. دي عقيدة التوحيد وبفكركم بيها كويس. ولكن أنا لو طلبت من حضرتك يا آية وانت رايحة العمرة كده ولا داخلة تصلي وقلت لك ادعي لي يا آية، فتقولي لي حاضر ربنا يكرمك. أدعي لك بإيه؟ أدعي لي ربنا يهديني ويصلح حالي ويرزقني العافية ويعلمني علم نافع. فأنا بانتفعت بدعائك لله، مش أنت اللي هتنفعيني، أنت هتطلبي من ربنا يديني الحاجات دي. السؤال يا آية، وحضرتك عايشة دلوقتي في وسطنا ربنا يديكي الصحة وطولة العمر، أنت أقرب إلى الله ولا سيدنا محمد في قبره الشريف؟ أنت أقرب يا آية لو طلبت منك الدعاء، ولا رحت لسيدنا محمد في قبره وقلت له من فضلك ادعي لي يا سيدنا محمد؟ طيب تعالي نروح لسيدنا محمد في قبره مع بعض. هو سيدنا محمد جثة هامدة؟ يعني خلاص بعد ما مات اتحول لهيكل عظمي والأرض أكلت جسمه؟ ولا هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يوم قالوا له الصحابة كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ ازاي حضرتك مش الأرض بتاكل جسمك زي جسم الناس؟ قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. والإمام البيهقي أبو بكر البيهقي المتوفى 458 هجريا عنده كتاب حلو اسمه حياة الأنبياء، بيتكلم عن حياة الأنبياء وطبيعة حياة الأنبياء بعد وفاتهم. وبعدين إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، طب الشهيد ده بعد النبي بدرجتين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي الشهداء بعد الصديقين اللي هم بعد الأنبياء. فالنبي اللي علمنا أن الأنبياء، والعلماء نقلوا الكلام ده في كتبهم كتب العقيدة، أن الأنبياء أحياء في قبورهم، هؤلاء الأحياء بيسمعون. وسيدنا محمد نفسه قال عليه الصلاة والسلام أي حد بيسلم علي قال فأرد عليه السلام.
وانت النبي لما يقول لك وعليك من الله السلام كده مش بينفعك وهو في قبره؟ طب انت دلوقتي لو رحت، انا لسه ما قلتلكش السلف قالوا ايه، انا بس بشرح لك العلماء بيفكروا ازاي. طب انت النهارده لو رحت لسيدنا محمد في قبره وكلمته بيسمعك ولا لا؟ هو قال بيسمعني. ده هو قال الاموات العاديين بيسمعوا. ولما كان بيكلم الاموات وسيدنا عمر يقول له بتكلمهم، قال له ده بيسمعني اكتر مما تسمعني يا عمر. فالنبي سمعك في القبر. طيب هل النبي انقطعت الصلة بينه وبين الله؟ يعني سيدنا محمد دلوقتي حالا وهو في قبره الشريف محروم، استغفر الله العظيم، بس كلام يعني، الكلام يا جماعة لازم يعقل، ان هو يتواصل مع ربنا؟ حاشاه، ده هو الوصل كله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما هو سمعني وانا بقول له يا سيدنا محمد ادعي لي، مش بطلب منه حاجة، لا يطلب شيء من سيدنا، ادعي لي ان ربنا يصلح حالي يا سيدنا محمد. عشان بس يا جماعة ما نشركش الأمة ونقول على الناس الموحدين عليهم مشركين. ادعي لي يا سيدنا محمد، استغفر لي يا سيدنا محمد. افتح بقى يا صديقي وهي آية معايا، الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، تفسير القرآن العظيم لابن كثير وغيره من تفسيرات السلف، في تفسير الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تلاقي السلف يحكوا انهم الناس كانت بتعمل كده في حياة النبي وبعد وفاة النبي، يروحوا عند قبر سيدنا محمد يقولوا يا سيدنا محمد جئت مستغفرا، جئت لك مستغفرا ربي مستشفعا بك عند ربي. لو سمحت يا سيدنا محمد ادعي لنا، يا سيدنا محمد اشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. لحظة اجيب بس نص الكلام. اللهم صل على سيدنا. كنت لسه براجع المسألة برضه عشان نذاكر مع بعض. يعني شوف الإمام القرطبي يا آية بيقول إيه، ربنا يكرمك أنت، يعني خليتينا نذاكر مذاكرة حلوة. النضارة يا ابني. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أيام فرمى بنفسه على قبر الرسول. ده كتاب الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. الإمام القرطبي المعروف سيدنا أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. قال فجي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب3 أيام فرمى نفسه على قبر رسول الله وحثى على رأسه التراب. فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أن قد غفر لك. المهم يعني، وزي سيدنا الإمام ابن كثير نفس الكلام برضه. وبعدين الراجل جه بيقول وجئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ما هو الكرم بيجي من سيدنا محمد عن طريق ربنا. فحياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. فاحنا سيدنا محمد يا جماعة عليه الصلاة والسلام ينفع بالله. وإلا يا آية يا أختنا الكريمة، أنا مش هطلب بقى منك الدعاء لحسن أبقى مشرك وأنت تنفعيني أنت ولا تضريني، لا، ولا أنا منفعك ولا أنت تنفعين، نفع من عند الله. وبالتالي إذا كنت أنا وأنا حي دلوقتي يا أختي الكريم أقرب إلى الله من رسول الله في قبره، يبقى احنا ما عرفناش النبي عليه الصلاة والسلام يا آية. فاطمئني، الأمة سيدنا محمد بتحب سيدنا محمد لأنه دلهم على الله. وأمة سيدنا محمد مش بتعبد سيدنا محمد، أمة سيدنا محمد بتعظم سيدنا محمد تعظيم لا يليق بسيدنا محمد. اوعي تفتكري يا آية ان احنا كده بقى ايه، يا اوعى تعظم النبي اكتر مما يستحق ايه يا جماعة؟ هو احنا نعرف النبي اصلا؟ هو احنا اللي احنا بنعمله ده يقرب من مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو انت فاكر ان احنا لما بنعظم النبي ولا بنمدح النبي كده عرفنا مقامه عليه الصلاة والسلام؟ لا يا جماعة. اللي يذاكر مع العلماء اللي عندهم أسانيد متصلة للنبي يعرف ان احنا مهما عملنا ما نوفيش النبي حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وبكرة نتقابل عند ربنا اللي سيدنا محمد عرفنا عليه، ربنا اللي بنوحده ولا نرى نافع ولا ضار في الكون إلا هو، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب نافع أو ضار لا في حياته ولا بعد موته،
لكن النبي ينفعنا بربنا ويوصلنا لربنا ويستغفر لنا وهو عند ربنا ويرد علينا السلام، وهو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم وهو عند ربنا.